اليوم بقيم وبجرب بوظة الأغنياء. جبت 3 نكهات مختلفة من بوظة الأغنياء. هل تستاهل هذا السعر المرتفع؟ هل بوظة الأغنياء الذي تستاهل انك تجربه؟ لا تنسى لايك واشتراك. خلنا نروح على أول منتج معانا. المنتج الأول عزيزي المشاهد والمشاهدة، الصراحة منتج رهيب. شوف الغلاف. الغلاف أكثر من قوة، أقوى من هيك غلاف وباكج مستحيل تلاقي. شوف المنظر، شوف كيف الغلاف بشدك حتى تشتريه. طبعا النكهة معانا نكهة السلطة كراميل، من أفضل نكهات الآيس كريم أو الحلويات إذا بدك تجربها. إذا كان في نكهة سلطة كراميل يعني كراميل مملح، جيبها على مسؤوليتي، بتكون من أطيب النكهات. فهل هذه الشركة صنعت بوظة الأغنياء بالسلطة كراميل اللذيذة؟ خلنا نذوق ونجرب ونقيم. بسم الله. واو، بعد ما فتحتها من جوا شوف المنظر، يا سلام عليها قطع الشوكولا. خلنا نجيب الملعقة تبعنا. بسم الله. أول لقمة. واو، ما فيش داعي يعني من أول لقمة بتحكم عليه المنتج، مستحيل. هذا المنتج بيستاهل سعره 3 أدبال. واو واو واو. طعمة الكراميل تبعه طعمه يعني في كراميل سيء، في كراميل غالي. الكراميل اللي عليها كراميل غالي. طعم الزبدة واضح، المكونات، طعم الحليب يا لطيف، ونكهة الملح كاسرة شوي من الحلاء يا لطيف. هاي الايس كريم يا شباب. انا متحمس للمنتج الثاني لانه نفس الشركة الاولى لكن بنكهة مختلفة، وهي نكهة الكوكيز. كلنا بنحب الكوكيز، فهل يا ترى صنعت كمان نكهة كوكيز لذيذة وجبارة نفس النكهة الاولى اللي بالسلط كراميل؟ فبسم الله. هذا الشكل من الداخل، طبعا راح تكون لون ابيض عليها مع الكوكيز. بسم الله. الكوكيز هون جوا بتلاقيه. خلنا ناخذ واحدة من النص مشان نطلع كل شيء ونحكم نهائيا. رهيبة هاي الشركة يا شباب، رهيبة. وخلنا نكون واقعيين، هون بقيمه 8/10. هون طعمة السكر كثير واضحة، عالية، قوية، عكس المنتج الأول اللي كان الملح معطي النكهة السحرية، كاسر شوي من الحلا. تقييمه 8/10 المنتج الثاني. أما المنتج الثالث من بوظة الأغنياء، جبنا شركة جديدة. خلنا نشوف هاي الشركة. الغلاف تبعها غريب شوي، جاي كرتونة ومن جوا مثل الزبادي فيه، وفيها آيس كريم. طبعا النكهة مكتوب عليها فالينا وشوكولا. فخلنا نشوف مكتوب عليها سوفت يعني تيجي طرية. الصراحة الباكج حلو من برا. واو 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 واو. ها من جوا الشغل جاي مثل هيك، مثل ايس كريم زمان كان يجي هيك بطاسات صغيرة. صراحة الشكل حلو، شكل الطاسة. فخلنا نشوف الطعم. واو، حاطين معاه كمان معالق صغيرة لحتى أولادك وأطفالك ياكلوا. أهم شيء الطعمة تكون جبارة. واو، ريحة، حتى ريحة الآيس كريم تبع آيس كريم زمان، ريحة الكاكاو قوية. خلنا نشوف الحليب. طعمة آيس كريم زمان الطفولة، لما كنت تروح على البقالة أو سوبر ماركت صغير تلاقي عنده هيك طاسات من البوظة هاي الصغيرة. الصراحة نفس الطعمة. طعمة رجعتني كثير لورا. الصراحة هون المنتج مش كثير واو، طعم قديم شوي لكن مش بطال، لكن ما بيستاهل سعره المرتفع. فالصراحة شباب المنتج الأخير معانا مش كثير بيستاهل سعره المرتفع، وفي عندنا منتجات محلية أطيب منه، لكن المنتج الأول والثاني منتجات رهيبة أسطورية. إذا في حدا زعلان منك جيب المنتج الأول على مسؤوليتي، راح يقول لك يا حبيبي بالأحضان. وصلنا نهاية الفيديو، لا تنسى لايك واشتراك. سلام عليكم.